لو الشركة أنهت عقدك فجأة أو فصلتك بدون أي سبب قانوني، ده كده فصل تعسفي. تعال أقول لك تعمل إيه. يعني إيه الفصل التعسفي؟ ببساطة هو إنهاء عقد الموظف بدون أي سبب قانوني أو بدون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة، زي إن الشركة تنهي عقدك بدون أي تحذير أو تحييد، أو يتم فصلك لأسباب غير قانونية زي المرض أو الحمل أو المطالبة بحقوق. تعال أقول لك هنعمل إيه. أول حاجة هتلم جميع المستندات بتاعتك سواء كان العقد أو أي مستندات تثبت ليك حقك في الشركة. بعد كده هنتوجه لمكتب العمل بأن نعمل شكوى ضد الشركة لإثبات أن تم منعك من الدخول لأداء عملك، أو بأن تم فصلك تعسفيا بدون أي إجراء قانوني تم، أو باتباع الإجراءات المطلوبة. ساعتها مكتب العمل بيبدأ يعمل الشكوى لحضرتك وبيبدأ يحل ودي مع الشركة، وفي حالة الطلب بتاعك ده اتنفذ ممكن بيرجعوك الشركه. طيب في حاله عدم تنفيذ الطلب دوت او بفصلك فعلا تعسفيا، ساعتها هنا بنبدا نرفع دعوى على الشركه بتعويضك بان تم فصلك تعسفيا وعدم اخذ مستحقاتك الماليه، او لو ليك اي متطلبات وتعويضا عن الفعل اللي هم تم عمله. واخيرا حقوقك مهمه، ما تتنازلش عنها وما تخليش حد يستغلك.